السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البفتيك بطريقه مختلفه عن المتحمر، وقدمت معاه خضار سوتيه وبطاطس بيوريه. وانا كنت عملت قبل كده فيديو للبفتيك المتحمر، ابقوا شوفوه على القناه وهسيب لكم اللينك تحت الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها هنتبل اللحمه. معايا هنا نص كيلو من البفتيك، بيكون الشرايح مش تخينه ولا رقيقه، يعني مش بندقه زي ما بنعمل البفتيك. بنتبله بشوية ملح وشوية فلفل وصويا صوص. مش بنضيف اي توابل تانية علشان التوابل الكتير بتغير طعم اللحم. بنتبلهم ونسيبهم ساعة، ولو مستعجلين ممكن نشتغل بيهم على طول. في طاسة بقى هنضيف قطعة زبدة وشوية زيت، وهننزل بشرايح اللحمة هنشوحها من كل الجهات. وهي مش بتاخد وقت على النار خالص، يعني يدوب لما تنزل ميتها ونغطي عليها 5 دقايق تكون جهزت. وقطعت هنا بصلتين كبار شرايح بالطول كده. وخلاص كده اللحمة استوت، ما بتاخدش وقت خالص على النار. وهنخرجها في طبق، وفي نفس الطاسة هنزل بحتة زبدة كمان. وهننزل بقى بالبصل، ومعاه كمان 3 فصوص ثوم مفرومين. هنشوحه لحد ما البصل ياخد لون ذهبي، وهنرش عليه كمان شوية فلفل. ولو محتاجة ملح ممكن نضيف، بس على حسب الملح اللي احنا حاطينه مع اللحمة. ورجعت تاني اللحمة علشان ناخدها تقليبة مع البصل كده وتاخد من طعم البصل والثوم. وضفت بس شوية مية، ربع كوباية مية، وغطيت عليها، ما بتاخدش على النار كمان دقيقتين. وبكده خلاص اللحمة جهزت. من اسهل واسرع الاكلات وما بتاخدش وقت خالص على النار. وخلاص كده هننقلها في طبق التقديم. وقولولي بتحبوا البفتيك المتحمر ولا بالطريقة دي احسن؟ جربتوها قبل كده ولا لا؟ واللحمة هوريكوا دلوقتي السوا بتاعها. بتتقطع بسهولة، وكانت جوسي طرية جدا، ما نشفتش. وده برضو بيرجع لتقطيعة اللحمة والجزار اللي بتجيبه من عنده اللحمة. وهقدم معاها بقى كمان خضار سوتيه، جزر وكوسة هقطعهم شرايح بالطول، وهعمل شوية كمان حلقات صغيرة عشان خاطر الولاد. وفي نفس الطاسة ضفت حتة زبدة وشوحت الجزر لانه بياخد سوا شوية عن الكوسة. وهضيف الكوسة وهشوحهم مع بعض. وهضيف لهم شوية من مرقة الخضار بتديها طعم حلو قوي. ونزلت بربع كوباية مية وغطيت عليها. بعدين ضفت لها رشة ملح ورشة فلفل، ولو مش عايزين فلفل مفيش مشكلة، ممكن نكتفي بالملح بس. وخلاص جهزنا احلى طبق خضار صحي وطري ومفيد جدا. جربوه هيبقى اساسي على سفرتكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد من سارة في المطبخ. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.